السلام عليكم. لو يومك بيبدأ بنفس الطريقة كل صباح وبتحس إنك بتعيد نفس الروتين بدون أي طعم، فالفيديو ده معمول مخصوص ليك. السر الأول للسعادة هو استقبال اليوم بابتسامة. أنت ممكن تقول لنفسك: أنا هبتدي يومي بابتسامة حتى لو مش حاسس بيها في البداية. عارف ليه؟ لأن الابتسامة مش بس بتغير وشك، لكن بتغير كيمياء المخ الأصلي وترسل إشارات للسعادة حتى قبل ما تبدأ يومك. وده مثبت في دراسات بتقول إن الابتسامة بتنشط الدوائر العصبية المرتبطة بالرفاهية. دلوقتي نيجي لسر تاني مهم جدا: العيش في اللحظة الحالية. يعني لما تفتح عينيك في الصبح ما تفكرش في الماضي ولا تقلق من المستقبل. ركز في اللحظة الحالية. ركز في الجو، في صوت العصافير، في صوت الراديو، أو حتى أول جرعة قهوة في الصبح. اللي بيمود يهغي عقلك في التفكير الطويل بالخوف من المستقبل. دي بتحطك دايما في حالة قلق، لكن اللي بيعيش اللحظة عادة بيبقى سعيد أكتر. وبعد كده، أهم حاجة في يوم سعيد هي الناس اللي حواليك. في ناس لما تشوفهم بيضايقوك، وفي ناس بس وجودهم يخليك تحس براحة. لو قدرت تبعد عن السلبيين وتقرب منك الناس الإيجابيين اللي بيشجعوك وبيحفزوك، ده بيغير جودة يومك بالكامل. لكن خليني أديك شوية خطوات صغيرة، لو نفذتها هتشوف فرقاً واضح. 1. قوم اتفسح في الصبح مدة 10 دقائق في الشمس. بتزود ترات السعادة وبتديك طاقة. 2. اتكلم مع حد بتحبه حتى 5 دقائق. الحديث مع الناس اللي بتحبهم بيحسسك بالطمأنينة. 3. جرب حاجة جديدة كل يوم. يمكن تقرأ كتاب جديد، أو تتعلم كلمة جديدة، أو تمشي في مكان مختلف. 4. خطط لليوم قبل ما تنام. ده بيقلل حس التشتت وبيخلي يومك منظم ومثمر. 5. اعمل حاجة ممتعة لحظياً، زي الأغاني اللي بتحبها أو أي نشاط صغير يدخل السعادة لجسمك. وكمان حاجة بسيطة جداً لكنها قوية جداً: اكتب كل يوم حاجة واحدة تشكر ربنا عليها. الامتنان بيغير نظرتك للحياة من سلبي لإيجابي. وفي النهاية، السعادة مش حاجة بنقيسها في ساعات ولا في فلوس ولا في إنجازات كبيرة. السعادة عادة اختيار، طريقة تفكير، ممارسة كل يوم. ابدأ يومك بابتسامة، تمتع باللحظة اللي انت فيها، وابعد عن الناس اللي بتنزل طاقتك، وحتلاقي يومك أكتر سعادة، أكتر راحة، وأكتر مينينج. بالفعل لو الفيديو أثر فيك ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات اللي بتغير مزاجك وحياتك بطرق بسيطة. ومعانا هتكون سعيد كل يوم.